أبطال الصف الرابع الابتدائي والكم باك، معاكم مستر جلال. والنهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض إزاي نكتب باراجراف، وهنقول أهم باراجرافات الوحدة التالتة والرابعة. وطبعا أنا كنت شرحت قبل كده باراجرافات الوحدة الأولى والتانية، وهسيب لكم لينك الحلقتين في الوصف تحت الفيديو مع لينك جروب التليجرام للمتابعة. بس يا ريت قبل ما نبدأ، يا ريت لسه ما اشتركش معانا في القناة ينزل بسرعة يفعل زر الجرس ويشترك معانا عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. Unit 3 بعنوان Why are plants green؟ Why are plants green؟ لماذا النباتات خضراء؟ فالوحدة الثالثة كانت بتتكلم عن النبات وعلى الناتشورال هابيتاتس اللي بيعيش فيها النبات، البيئات المختلفة اللي بيعيش فيها النباتات. فطبيعي إن موضوعات الكتابة تكون مرتبطة بالنبات. وأنا قلت طبعا عشان أعرف أكتب باراجراف بطريقة صحيحة وبسيطة لازم أكون أعرف أكون جملة خبرية بسيطة. واحنا قلنا، انا قلت الكلام ده طبعا باستفاضه في الفيديو، في اول فيديو احنا عملناه عن اهم باراجرافات الوحده الاولى، وطبعا انا هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو. وافكركم بتكوين الجمله الخبريه. احنا قلنا ان الجمله احنا عايزين نكون جمله بسيطه خالص عباره عن فاعل وفعل ومفعول او تكمله. على سبيل المثال مثلا انا عايزه اقول الطماطم خضراء. طبعا احنا عرفنا معلومة ان الطماطم كان لونها اخضر قبل ما يبقى لونها ايه؟ احمر. tomatoes، هقول ايه؟ فين الفاعل؟ tomatoes are، الفعل اهو، green، الطماطم لونها ايه؟ اخضر. tomatoes are green. اكمل before they are red. اهو tomatoes are green before they are red. الطماطم كان لونها بيبقى أخضر قبل ما لونها يبقى إيه؟ أحمر. فاعل وفعل وتكملة. طيب، والجملة دي كمان من الجمل البسيطة خالص اللي كنا واخدينها في قطع الريدنج. وأنا قلت برضو في أول فيديو، قلنا مهم جدا 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 إن لما يقابلني جملة بسيطة في قطعة الريدنج إن أنا أذاكرها كويس جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لأن أنا لما بيجي لي أكتب باراجراف بيجيب لي helping words، بيجيب لي كلمات مساعدة أنا بستخدمها. فأول ما مثلا أشوف مطلوب مني إن أنا أكتب عن ثمرة طماطم وألاقي مثلا كاتب لي كلمة green، أعرف إن tomatoes are green before they are red. فأعرف أجيب الجملة بطريقة سهلة. ناخد كمان جملة، عايز أقول مثلا إحنا بنروي النباتات كل يوم. نحن يعني إيه؟ we subject أهو، الفعل water، نروي، بنروي إيه؟ the plants. نحن نروي النباتات أهو subject، ده الفاعل، ده الفيرب، ده طبعا الأوبشن. فبقول we water the plants. عايز أكمل مثلا وأقول every day، ماشي مفيش مشكلة، أكتب every day. الجملة عندي we water the plants every day. we water the plants every day. عايز أقول كمان جملة، عايز أقول الجذور تنمو تحت التربة. الجذور يعني إيه؟ the roots، الفاعل أهو، تنمو grow، grow under، تحت التربة under the soil، وهكذا. يعني أنا بكتب جملة بسيطة خالص عبارة عن فاعل وفعل وتكملة. فاعل فعل تكملة. the roots grow under the soil. وبرضو أرجع تاني وأكد كل الجمل دي كانت موجودة في قطع الريدنج اللي كانت عندي في الدرس. ونيجي دلوقتي لأهم باراجرافات الوحدة الثالثة، وأهم باراجراف فيهم هو اللي أنا هتكلم عليه دلوقتي، the life stages of a tomato، اللي هو مراحل حياة الطماطم. لأن أنا كان عندي درس كامل بيتكلم على نبات الطماطم. فهنا طبعا أنا زي ما قلت لكم اللي بيسهل عليا الكتابة أكتر إن هو بيديني guiding words. هو بيقول لي soil، seed، sunlight، water. أول حاجة هنعملها احنا بنتكلم عن life stages. فمبدئيا كده احنا خدنا بعض الكلمات
اللي بنستخدمها لما نيجي نتكلم على مراحل في حاجة في شيء ما أو خطوات، فبنستخدم بعض الكلمات زي إيه؟ زي كلمة first، next، then، after that، وهكذا. فأنا عندي هقول أول حاجة إحنا بنعملها إيه لما نيجي نزرع الطماطم. أول حاجة first، أول حاجة بقى بنعملها إيه لما نيجي نزرع الطماطم؟ we plant a tomato seed. نحن نزرع إيه؟ نحن نزرع بذرة إيه؟ طماطم. we plant a tomato seed. تعال نشوفها كده، دي جملة بسيطة ولا لا؟ we الفعل أهو، plant الفعل، المفعول طبعا أو التكملة a tomato seed. we plant a tomato seed. أدي أول مرحلة، إحنا بنزرع، بنجيب بذرة بنزرعها in soil. ممكن نكمل الجملة كده واكتب in soil، في التربة. طيب هتقولي لي يا مس انت استخدمت دي قبل دي او دي قبل دي. قلت لكم طبعا انا مش شرط استخدم الكلمات كلها بالترتيب، وبرضه مش شرط ان انا استخدم كل الكلمات. نيجي للخطوة اللي بعد كده، ناخد الجملة اللي بعدها. هنعمل ايه بعد ما بنزرع بذرة الطماطم في التربة؟ تاني خطوة هنعملها بعد ما زرعنا البذرة في التربة، هنقول ايه؟ we put it اهو، نحن نضعها. we put it. put it ايه؟ فين حتة؟ in sunlight. بنحط طبعا البذرة في التربة ونحطها فين يا ولاد؟ وبنحطها طبعا في ضوء الشمس. and water it. بنروي. نحن نزرع أو we put it in sunlight and water it. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ next. بعد كده ثم the seed germinates. يعني ايه the seed germinates؟ بيحصل لها عملية طبعا الإنبات. عملية الإنبات اللي هي ايه؟ بتصبح نبات، بتنبت جذور تحت الأرض وتنبت براعم فوق الأرض ويبدأ تفتح ظهور الإنبات. عملية الإنبات بتتحول من بذرة إلى نبات. عملية الإنبات يعني بتتحول من بذرة ايه؟ إلى نبات. الجيرمينيتس. من عندي أنا طبعا أنا خلصت الكلمات اللي هو مديها لي. عايزة أكمل هقول the root grows under the soil. the root grows under the soil. فعل تكمل. فعل the root الجذر، grows بينبت فين حتة؟ تحت التربة. وإيه اللي بينبت فوق التربة؟ the shoot grows above the soil. نكمل مع بعض. آخر حاجة بقى إيه اللي هيحصل بعد ما طلع النبات؟ اتحولت البذرة إلى نبات وبدأ يبقى عندي جذر وبدأ يبقى عندي براعم. فأنا هنا هقول إيه بقى؟ the plant grows flowers and the flowers they become tomato fruits. the flower becomes tomato fruits. وده أهم باراجراف موجود عندي في الوحدة الثالثة. بس لسه طبعا ما زال معايا باراجرافات ممكن ينطلب مني إن أنا أكتب عنها. طبعا احنا كمان في الوحدة دي اتكلمنا على natural habitats للنبات، البيئات الطبيعية المختلفة للنبات، وكان منهم طبعا desert habitat، وعندي lakes and rivers، و agricultural habitat والبيئة الزراعية. ممكن يطلب مني ان انا اكتب على desert habitat اللي هي البيئة الصحراوية. هيقول لي ايه؟ جايب لي طبعا helping words، جايب لي not much rain، plants don't need live. أول حاجة هكتبها طبعا علشان أبتدي أكتب باراجراف هقول طبعا it's a desert habitat. طيب الديزرت هابيتات دي هنا بيقول لي not much rain. طبعا احنا عارفين ايه؟ لا يوجد مياه كثيرة. there isn't much rain. لا يوجد مياه ايه؟ كثيرة. وعندي ايه هنا؟ عندي ايه كمان؟ don't need و live.
احنا عرفنا ان النباتات اللي بتعيش في البيئة الصحراوية دي ما بتحتاجش مية كتير. يعني ممكن نقول plants that live in it don't need a lot of water. Plants that live there اللي بتعيش هناك don't need a lot of water. ويبقى كده أنا كتبت الباراجراف بتاعي بيقول لي it's a desert habitat, there isn't much rain, plants that live there don't need a lot of water. وأزود عندي بقى الجملة الرابعة. هو طالب مني 4 sentences بيقول لي write a paragraph of 4 sentences using the following guiding elements. يبقى أنا ممكن أقول البيئة الصحراوية بتبقى ساقعة ولا برد؟ بتبقى طبعا it's very hot in the desert. It's very hot in the desert. وبكده طبعا يكون ببساطة خالص أنا كتبت الباراجراف المطلوب مني. It's a desert habitat, there isn't much rain, plants that live there don't need a lot of water, it's very hot in the desert. It's very hot in the desert. نيجي بعد كده لكمان باراجراف على agricultural habitat. بيقول لي هنا guiding words مديها لي farmers grow plants eat bean plant orange trees. طيب هنا هنقول أول حاجة احنا عارفين كلنا إن الفلاحين بيعيشوا في البيئة الزراعية. يعني ممكن نقول farmers work in agricultural habitat. Farmers work in agricultural habitat اللي هم الفلاحون بيعملوا في البيئة الزراعية. طبعا جملة بسيطة خالص اهي farmers فاعل work فاعل in agricultural habitat سهلة خالص. grow يزرع plants نباتات they grow plants. جملة 3 كلمات they grow plants. اهو فاعل مفعول أو تكملة they grow plants. they grow plants هما بيزرعوا طبعا نباتات. eat نأكل. طيب هنخلي كلمة eat نستخدمها في جملة في الآخر. bean plant orange trees they grow بيزرعوا bean plant نبات الفول and orange trees بيزرعوا أشجار البرتقال ونبات الفول. طبعا ده أنا بدي أمثلة للحاجات اللي هم بيزرعوها. we need these plants to eat. we need احنا طبعا بنحتاج we need these plants النباتات دي to eat علشان ناكل. يبقى أنا عملت باراجراف سهل خالص 18 كلمة اللي طالبهم مني أو ال4 جمل اللي طالبهم مني أنا كتبتهم بطريقة بسيطة خالص. farmers work in agricultural habitat they grow plants they grow bean plant and orange trees we need these plants to eat. عايز تزود جمل عادي مفيش مشكلة خالص. يعني محدش هيقولك انت زودت جمل ليه، بس احنا بنحاول نكتب ابسط حاجة علشان نسهل عليكم فكرة ازاي تكتب باراجراف، لان طبعا ده مسبب مشكلة لناس كتيرة جدا. كان كمان طلب مني او كان عندي قطعة ريدنج بتتكلم على the life stages of a sunflower عن مراحل حياة زهرة عباد الشمس.
لو بصينا لباراجراف زي ده هنلاقيه ان هو قريب جدا جدا من مراحل نبات الطماطم. تمام، يعني معنى كده ان انا ممكن يعني الجمل اللي بحفظها او بذاكرها لموضوع ما ممكن استخدمها في كتابة موضوع تاني، مفيش مشكلة خالص. يعني هنا انا عندي مثلا كلمة seed، هو هنا guiding words على سبيل المثال seed germinate shoot face sun dies drops. بيقول first you plant the sunflower seed inside. نفس الجملة اللي احنا كتبناها لنبات الطماطم، احنا كتبنا you plant a tomato seed أو a seed inside. You put it in sunlight. نفس الجملة دي برضو احنا كتبناها لنبات الطماطم، ان احنا بنحطها فين؟ بنحطها في ضوء الشمس and water it، وبنرويها. نفس الجملة. The seed germinates، برضو احنا كتبنا الجملة دي the seed germinates and it starts to grow roots under the soil، وبرضو قلنا نفس الجملة grow roots under the soil و the shoot grows above the soil، وإن البراعم بتنمو فوق التربة it grows leaves. هنا بقى احنا هناك النبات كان بينمو flowers، والفلاورز بتتحول لتوميتو fruits، إنما هنا قال لي it grows leaves، بتنبت أوراق. The sunflower opens and faces the sun، وبتفتح زهرة عباد الشمس وبتواجه قرص الشمس. The sunflower dies and drops its seeds، وبعد كده في النهاية السانفلاور بتموت وبتسقط البذور بتاعتها. أنا جبت لك المثال ده علشان أقول لك إن مثلا يعني ال life stages of any plant، أنا طبعا هي نفسها إحنا بنزرع بذرة وبنرويها وبنحطها في الشمس وهي بيحصل لها عملية إنبات، وفي عملية الإنبات التربة الجذر بيبقى تحت التربة والبرعم فوق التربة، وهكذا نفس الجمل أنا ممكن أستخدمها. Unit 4 بعنوان Where do you live؟ Where do you live؟ أين تعيش؟ اتكلمنا طبعا عن أماكن موجودة في المدينة اللي احنا عايشين فيها، اتكلمنا على بعض الأماكن الموجودة في المنزل الخاص بينا، أسماء بعض الغرف، ادينا اتجاهات، ونيجي هنا فطبيعي ان احنا نكتب على my town. فلما يطلب مني يقول لي اكتب باراجراف عن your town مدينتك، وجايب لي صورة مدينة وجايب لي guiding words بيقول لي next to between school hospital shopping mall. هقول ايه؟ اول حاجة this is my town، this is هذه مدينتي. فيها ايه؟ my school اهي my school is next to the hospital. my school is next to the hospital. يبقى this is my town, my school is next to the hospital. There is a park، يوجد park حديقة هي between the bank and the post office. There is a park between the bank and the post office. عايز تزود جملة كمان هتقول مثلا I play football there with my friends. وفي ايه كمان there is a shopping mall، عشان استخدم يعني قدر الامكان اغلب الكلمات اللي هو مديها لي. there is a shopping mall. يبقى هنا بيقول لي this is my town, my school is next to the hospital, there is a park between the bank and the post office, I play football there with my friends, there is a shopping mall. ويبقى كده أنا اتكلمت عن مدينتي. طيب لو طلب مني إن أنا أتكلم عن my favorite room، الأوضة المفضلة بتاعتي، الحجرة المفضلة في البيت بتاعتي، هو طبعا طبيعي هيجيب لي زي ما احنا قلنا هيجيب لي guiding words، يعني هيجيب لك مثلا living room، هيجيب لك كلمة bedroom، هيجيب لك اسم أوضة معينة، ويجيب لك بعض الكلمات اللي هتساعدك. فاحنا على سبيل المثال هنعتبر إن هو قال لنا living room، هقول له إيه؟ هقول my favorite room is the living room with the balcony. I love the view from the balcony. I love the view from
the balcony. أنا بحب المنظر من الإيه؟ البلكونة. I can see the whole street. I can see the whole street. أنا عايزك بس تذاكر الجمل دي كويس جدا لأنها جمل بسيطة كلها. I talk to my family and watch television in the living room. I talk to my family and watch television in the living room. أنا طبعا بتكلم مع عائلتي وبتفرج على التلفزيون وإحنا قاعدين في أوضة الإيه؟ في حجرة المعيشة. For my sister لأختي my bedroom is her favorite room. حجرة المعيشة البيدروم دي الحجرة المفضلة بتاعتها. She can relax and do her homework quietly. She can relax and do her homework quietly. عامة هو بيديني كلمات مساعدة. يعني مثلا لو اداني كلمة living room هقول له my favorite room is the living room. اداني كلمة balcony هقول I can see the whole street from the balcony. تمام؟ طب لو قال لي كلمة bedroom هقول له my favorite room is the bedroom. تمام يا ولاد؟ بس يعني هي الدنيا بسيطة خالص، هي بس انت تحفظ تركيبة الجملة. أنا أركب الجملة إزاي؟ نيجي على سبيل المثال لو قال لي مثلا my home منزلي. I live in a house with my family. It's very big كبير. There are 3 bedrooms in our house. في 3 غرفات نوم. There are 2 bathrooms وفي حمامين. يبقى ناخد بالنا من there is و there are للمفرد والجمع. هنا أهو بيقول لي there are 3 bedrooms in our house. There are 2 bathrooms. There are 2 bathrooms. There is a big kitchen where my mom cooks food. There is a big kitchen where my mom cooks food. There is a garden where I play with my brother and sister. تمام؟ وبكده طبعا أكون جيت لنهاية الفيديو، وأتمنى تكونوا استفدتوا، وأشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات لاحقة، وهنكمل مع بعض بإذن الله الوحدة الخامسة والستة. ما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب دعما لينا إن شاء الله علشان نستمر. وشكرا لكل اللي بيدعمنا بكومنت جميل أو بلايك. شكرا من القلب. أشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات لاحقة. باي.